فكرة دايما ولحد الآن إن ما ينفعش إن أنت تكون راجل دين وتاجر، لا هو أنت تاجر دين. يعني فكرة التاجر الدين وتاجر الدين، فكرة إن أنت ليك مصدر رزق بعيدا عن الدعوة أو الوعظ اللي انت بتديه للناس. نعم. فكرة ان انت تكون راجل متدين بتطلب من الناس التقوى والحاجات دي، وفي نفس الوقت انت معاك مرسيدس ولا BMW واللي بيسمعك. احسن يا رب كمان. نعم. لسه مش ما وصلناش لهنا، بس جايه ان شاء الله جايه. ماشي. فهي الصورة دي أنا أظن ساعد في تشكيلها بشكل ما، هو فكرة الصورة النمطية في كل الأعمال الفنية والمسلسلات والدراما وكل، إن راجل الدين دايما هو منفصل عن الدنيا، غير مشتبك تماما. بل الصور اللي تم تمثيلها هو بيستغل الدين واللحية وعلامة الصلاة في النصب على الناس وتجميع الثروة. فبقى أي حد مرتبط في تاجر او رجل اعمال وداعيه او خلاص متدين، انت اللي انا عارفك يا تاجر الدين يا ابن الذين. وفكره ان برضه ناس تقول لك الله ابو زيد لما بيكلمني بيقول لي انت تاجر الدين المفضل بالنسبه لي. ماي فيفورت ريليجن ميرشنت. ده ما يرد يا ماي فيفورت ريليجن ميرشنت. ففكره يا جماعه احنا بس احنا كده متاخرين قوي، خلينا بس نختصر مسافه طويله ونقول لك ان مفيش تعارض ما بين ان الانسان يجمع ما بين الدين والدنيا، بل ده اكتر حاجه محموده في الدنيا انك تجمع ما بين الاثنين. يعني ايه المعنى؟ ان انت زي ما انت بتقول حسن الدنيا من غير دين، او حسن الدين وانت منفصل تماما عن الدنيا. لان هيجي حد من الدنيا دي يفسد عليك دينك اساسا. صحيح.